مرحبا، اليوم بنوريكم كيف تديروا جناش الكراميل. تستفيدوا منه في حشوات السابليه والسليلة ويعطي شكل مرتب وأنيق. واليوم رح نستغل جناش الكراميل علشان نوريكم كيف تديروا حلا الفو ماكارون. أعتقد هو من الجزائر، ياريت تصحوا لي في التعليقات. ويلا نبدأ على طول في الوصفة. في طنجرة حطيت كوب من السكر يكون سطحه متساوي وخليناها على نار هادية. أول ما يبدي يتكرمل بالشكل هدايا حاولوا أنكم السكر يعني تقربوه في الجهة اللي هي بدت تتكرمل. ولما يذوب السكر تماما بدي نحرك السكر المكرمل، ولكن ما نحطوش أي إضافات لحد ما نتأكدوا أن كل حبيبات السكر دابت تماما وأن السكر أصبح سائل. في الوقت هدايا حطيت كوب من الكريم فريش ونصبه بالتدريج، يعني نصب ونحرك في نفس الوقت. مرات السكر يتكتل لما نحطه الكريمة، ولكن معليش نقعد نحركه لحد ما يذوب كل الكتل. آخر إضافة هي 3 كوب من الزبدة، نحطها وندوبها ونقعد نحركه في الكراميل لحد ما يذوب وتمتزج كل المكونات مع بعضها. نحوله من النار مباشرة وهو ساخن، نصب على 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء المقطعة أو 200 جرام من شوكولاتة بيضاء تشيبس. نحرك وندوب الشوكولاتة بحرارة الكراميل. سوا بعد ما دابت الشوكولاتة تماما نخليه على جنب يبرد، ياخذ درجة حرارة الغرفة، أو لو احنا مستعجلين نحطوه في الثلاجة وكل شوية نفتحه عليه ونحركوه علشان نوصل للقوام الثقيل اللي نقدر نحن نشكله به. في الوقت هدايا أنا راح ناخذ نزين حبات السابليه. عندي هنا شوكولاتة دايبة في حمام بخاري وحطيت عليها لوز مجروش، وهذا عندي السابليه نغطيه بالشوكولاتة بالكامل من فوق ومن تحت. طبعا طريقة السابليه راهو درناها الفيديو اللي فات، تقدروا تمشوا تشوفوها وتستفيدوا من الوصفة. السابليه هش ويدوب وناعم. وطبعا لازم ان احنا نحولوا الجوانب الزايدة من الشوكولاتة بسكينة حادة بالشكل هذا. وهذا الجناش الكراميل عندي صار جاهز، بيكم تشوفوا كيف قوامه تقيل. حطيته في البايبنج باج ولأن هو تقيل واجد فادرت كيسين حلواني. وبعدين نحطوه على حبات السابليه بعد ما قلبتهم، نديره بالشكل هذا، يعني ندير دائرة، بعدين نسكر عليه بحبة تانية من السابليه. وحاولوا انتم لما انتم تحطوها انكم تبرموها برمة خفيفة علشان يعطينا جناش الكراميل شكل هيك احلى. تو نوقفوهم على حيلهم ونبيكم تشوفوا بس كيف شكلهم راقي. طبعا الحلا هذا لو درتوه احتفظوا به في الثلاجة، هو يقعد حتى برا الثلاجة عادي ويحافظ عليه شكل عادي، ولكن في الثلاجة افضل. وبس هذه كانت وصفتنا اليوم، تفضلوها، صحتين عليكم.